معكم المهندس رئيس مركز تمكين شباب القادسية المهندس يوسف جراح محمد الدسري. بصراحة احنا متفكرين على وجود اخواننا من السودان من مملكة البحرين، على رأسهم المستشار ابو عبيدة والدكتور عقيل. يعني أتت صدورنا وجودهم في مركز تمكين شباب القادسية، وهذا ليس بغريب. مثل ما علمونا قيادتنا الرشيدة نرحب بضيوفنا الكرام في مملكة البحرين، وهذا المركز تمكين شباب القادسية يخدم الجميع في المشاركة المجتمعية لتؤدي إلى في خدمة مملكة البحرين وخدمة اخواننا السودانيين وجميع الجاليات مملكة البحرين. وهذا ليس بغريب على هذا الحضور في مركز تمكين شباب القادسية، يعطيكم ألف عافية على حضوركم. وبصراحة هذه بلدكم الثاني وأنتم ليس غريبين على هذا الشعب، كلنا هنا شعب واحد في مملكة البحرين. شعب السودان وشعب مملكة البحرين كلهم أهل وأسرة واحدة. يعطيكم الصحة والعافية، نشكر ما قصرت على هذا الحضور. أبناء حلفة جديدة، أبناء الخوالدة بشرق السودان، ونبادل لأخواننا الجايين من المملكة العربية السعودية لهذه البلد الطيبة مملكة البحرين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعودكم لبلدكم هو السودان، وربنا ينصر السودان وينصر الجيش السوداني، ونكون دائما يا رب كلنا في خير وفي سلام وفي أمان. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود كل الأهل وكل الأخوان. وشكرا للأخوان المشاركين في المبادرة دي، طبعا أبناء الخوالدة حلفة جديدة، ونتمنى من كل أخواننا في البحرين يبادروا. وشكرا لكم كثير كثير، بارك الله فيكم، يا مرحبا الله. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم حامد عبد المنعم من أبناء حلفة قبيلة الخوالدة. طبعا نحن اليوم سعدنا جدا جدا بأفراد السفارة، ممثلة في أفراد السفارة وأبناء الجالية القادمين من السودان ومن السعودية لإكمال إجراءاتهم على أساس أنه يدخلوا السعودية. ونحن مبادرتنا دي هي مبادرة لإكرامهم، إكرام أخواننا القادمين. ونشكر أخونا المصور وأخواننا اللي اجتهدوا في تقديم الوجبات، وهم يستاهلوا أكثر، يعني يستاهلوا أكثر من الحصل ده. ونشكر أخونا طبعا معانا أخونا مختار من أولاد شندي، نشكر هو برضه بادر معانا مبادرة قوية. متطوعين فينا خير لأهلنا الجايين من المملكة العربية السعودية ومن السودان لإكمال إجراءاتهم. وبالمناسبة دي نشكر أبناء الخوالدة الذين قاموا بهذه المناسبة، وعلى رأسهم الأخ حامد وابن عمه الأسد وجميع الأخوان بدون فرد. وجزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله ربنا يعيد الأمن والأمان لبلدنا والناس يرجعوا سالمين غانمين. ونذكر بهذه المناسبة سعادة اللواء أبو عبيدة وجميع من حضر إلى هذه المناسبة، والشكر موصول أخيرا إلى أبناء الخوالدة بمملكة البحرين، ما قصروا صراحة، وجزاهم الله ألف خير. وللأهل عامة ولجميع السودانيين بمملكة البحرين صراحة ما قصروا، وقفوا مع أخوانهم وقفة مشرفة، أكان سواء في السفارة والله أو في الفنادق أو في الترحيل أو في السكن أو للمدعاكس ماديا. الحمد لله جميعا وقفوا وقفة مشرفة. وبالمناسبة دي يعني نقول لهم مرحب بكم، انتم مع أبنائكم في مملكة البحرين، وإن شاء الله في أي لحظة وفي أي شيء هم سند لكم وعضد. نشكر الشعب السوداني عامة والقلوب الطيبة داخل مملكة البحرين، وخاصة قبيلة الخوالدة من حلفة الجديدة، أهل الكرم أهل الجود الشهامة والأصل فيهم. وحقيقة الشعب السوداني شعب طيب، شعب كريم. يعني نحن جينا كلاجئين سودانيين بكل معنى الكلمة، بكل معنى المعاناة، بكل الأشياء اللي مرينا فيها، فحصلنا الطيبة الأصيلة اللي هي في المواقف الصعبة وخاصة في السفر الشاق حصلناه عند شعبنا الطيب. المشاكل اللي واجهتنا طبعا يعني أبسط الأشياء اللي أنا شفتها داخل الفندق اللي هو فيه 70 أسرة كشيء بسيط من النزوح من المعاناة اللي حصلت.
أغلبهم جالسين شهر، 40 يوم، 23 يوم، 17 يوم، 15 يوم. معاناة معنوية ومادية ومادية ومادية. حريم بدون أزواجهم، بنات بدون أهاليهم، حريم بأطفال، مسؤوليات بتاعت حريم فوق طاقتهم. فمن بعض المشاكل الواضحة أولها وأساسها نحن كشعب سوداني ونحن كشعب طيب، والمعاناة كلنا حقتنا واحدة، نفترض إيدنا تكون واحدة. السودانيين داخل المملكة العربية السعودية، المكاتب القش، المكاتب اللي بتستقل ضعف النساء وضعف المواقف، اللي بتستقل المواقف وبتاخذ دم الميت. يعني مثلا يكتب لك تعشيرة وانت تدخل البحرين وانت بتدخل اصلا جاي عمره وعمرتك انتهت، من ضمنها تدخل ب 700 ريال، معروف الكدارين يصب ب 700 ب 900، طبعا بيستغلوك في الموقف لانك انت جاي عمره والعمره انتهت. فبدخلوك اول ما تدخل عند البحرين بتحصل ان التاشيره مغشوشه. 1 2 يدوك موعد، يقول لك نحن بنديك موعد، مثلا موعد بعد كم 20 يوم، الموعد ب 300 ريال. زين، انت بتدخل المملكه بقول لك ادخل المملكه، نحن بعد الموعد بنتواصل معاك وبنقف معاك وبنعمل لك خدمات، انت يعني الموعد حنقدم لك. اول ما تدخل البحرين بتتفاجئ انه الشخص اصلا ما يرد عليك، واذا رد عليك بقول لك روح السفاره بتحصل واحد سوداني يساعدك. طيب لما انا اصلا حروح السفاره وحصل واحد سوداني يساعدني، ليش ما من الاول انت ماخذ مني 600 ريال 500 ريال؟ طبعا ده حق انه تقديم الموعد فقط. فنحن اكثرهم يجون مواعيدهم بعيده، يعني واحده مواعيدها نهايه شهر 2، وسط شهر 2، بدايه شهر 3. كثافه عاليه جدا من الناس، وكثافه عاليه جدا من الظروف الصعبه، وكثافه عاليه جدا من الغش والاستغلال، وأسوأ شيء من أخوك. نحن طلعنا من بلدنا بسبب أخواننا، دمنا ولحمنا وأهالينا، وجينا في غربة ولقينا أسوأ من اللي لقينا في بلدنا. زين، أنا بقول أي حد إنه ما يثق في الناس اللي بتوصل، وما يثق في المكاتب، ويعرفوا تماما إن المواعيد دي بتسهل داخل مملكة البحرين. بقول لكل الناس اللي جاية داخل مملكة البحرين تتأكد تماما إن الفيزا التأشيرة بتاعتها هي مقبولة ولا لا. مثلا الناس اللي جات عمرة تعرف إنها لازم تكون عائلية وليس خاصة، لأن الخاصة موقفة. أما بالنسبة للمواعيد والناس اللي يغشوكم فيها ويستغلوكم فيها، فأكدوا تماما إنه في برنامج معين بتدخلون عليه وبتعملون الموعد بتاعكم بدون ما تدفعون فلس. فاسم هذا البرنامج يا رب تأشير. البرنامج اسمه تأشير. ايوه، فتأشير هذا في الموقع الالكتروني تدخلين عليه وتدخلي معلوماتك وتحجز الموعد بتاعك بدون ما تدفعين شيء، بدون ما انك تدعبين ودعانين تركبين تاكسي تروحين السفاره وتجيبين من الصباح للمساء وانت معاكي اطفال وانت معاكي ظروف وانت معاكي حاجات كثيره ومعاكم ناس كبار سن مسنين. فالافضل انكم تخشون تأشير وتعملوا الموعد بتاعكم، فهذا اضمن لكم وقل تكاليف لكم. السودان مباشر للبحرين. بشكر القائمين على البرنامج المبادرة كلهم، وبشكر السفارة السودانية، يعني وقفوا معانا وقفات حلوة، خلصوا لنا إجراءات سريع، وكانت الأمور الحمد لله تيسرت لنا، خلصنا إجراءاتنا الحمد لله بسرعة وباقي لنا كانت تسليم. يعني بنصح لأي زول جاي يكون ملم تماما بالتفاصيل، ويدخل الجروب بتاع مبادرة، يدخل على اللينك على اساس انه ياخذ التفاصيل كامله، يكون ملم بالتفاصيل كلها المطلوب، عشان ما يوصل لحد مرحله انه يكون عايز يسلم وما عارف الاجراء المفروض يحصل شنو. لازم تكون انت ملم بالحاجات المطلوبه شنو والاجراءات المفروض تحصل شنو. وبشكر القايمين على البرنامج اليوم، والله يعني في السفاره كانوا اكرمونا، وحتى في تساهيل كانوا السودانيين كلهم حوالينا سفينة الخير، مجموعه بتاعت سفينة الخير وقفوا معانا وقفات حلوه، ووجهوا الناس اي زول كان تايه، اي زول ما عارف حاجه اجراء او اي حاجه وجهونا. بشكرهم كثير كثير. والليله اليوم كان في برنامج بتاع غدا كلنا مع بعض السودانيين تلاقينا، وكان كسر لروتيننا ونفسياتنا ذاتها تغيرت، الناس المتنشنين لسه اجراءاتهم ما اكتملت، وبشكرهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم ان شاء الله.
فجينا هنا الحمد لله، يعني جينا أهلنا بكرمونا وبضيافتنا الحمد لله أكرمونا. فدي الحاجة المعروفة عن الشعب السوداني أصلا بكرامته وبأصالته، فإن شاء الله يكون كده في ميزان حسناتكم دايما لقدام. وكمان عن الحرب والحاجة بنتكلم يعني الحمد لله، يعني إنها هي جات لحكمة إلهية إنه الناس تتجمع في بلد تاني والناس تعرف أصالتنا وتعرف حاجتنا، وإن شاء الله نرجع بلدنا معززين مكرمين وترجع السودان أحسن من أول. وبنشكر أهلنا الحلفاويين على الحاجة اللي هم عملوها علينا ومبادرة فينا خير، ما قصروا معانا والله الحمد لله، معانا في كل حاجة وسهلوا لنا كل شيء. جيت هنا في مملكة البحرين والصراحة والشهادة لله، شعب البحرين الشعب الكريم طيب، وجالية السودانية في البحرين جالية مميزة، وفريق فينا خير فعلا قدم كل خير لكل الشعب لكل المحتاج وكل المواطنين اللي دعتهم ظروف الحرب والنزوح لمملكة البحرين، وسهلوا لهم إجراءات المعاملة في التأهيل أو الإقامة، وحتى المحتاجين من المرضى، ويعني عملهم ملموس وظاهر وكل الناس تشهد به يعني، وشكرا لهم كثير.